السلام عليكم. شوفوا ده الخبز الجميل اللي احنا بنعمله. ممكن نخلي عشان رمضان بقى السحور، عشان اي حاجة. الحلو اللي فيه ان هو سهل الهضم. دي عجينة الساور دو بس بطريقتي انا بعملها باللبن الرايب او الزبادي. شوفوا الفيديو بالتفصيل، ريلي هتعجبكم قوي. والتخمير بتاعها بيرفكت، سهلة العمايل. الهضم بتاعها بيكون اسهل، الجلوتين بيكون متكسر فيها، مليانه بالبروبيوتيك والبكتيريا النافعه والخميره الوايلد اللي هي الطبيعيه، كل ده بسهوله. اول حاجه طحنت الشوفان، حوالي كوبايه كبيره من الشوفان، كوب من الطحين الابيض. اوكي، او انا ممكن استعمل طبعا بدل الشوفان لو انا عندي في بلدي دخن يا احسن كتير. ممكن استعمل دي الدخن، ممكن استعمل القمح الكامل، يعني اللي يمشي معاكم استعملوه واللي موجود ومتوفر. يعني كوباية طحين ابيض وكوباية اي نوع حبة كاملة. كوب وربع من الزبادي او اللبن الرايب. اوكي، وشوية من الملح. عجنهم لحد ما يديني عجينة تكون كده ستيكي، ملزقة. اوكي، ومش لازم بيرفكت عجين، يعني انا هعجنه بس في العجينة عشان هرجع تاني بعد 24 ساعة اشتغل عليه. شوفوا يعني كده بقى انا عاوزاها سوفت قوي كده، طرية وستيكي، وبسيبها بقى، بسيبها 24 ساعة على الاقل، 24 ساعة، من 24 ساعة ل 48 ساعة اغطيها واخليها. واول حاجة عشان تنجح لازم تبقى ستيكي كده ملزقة. وهنا بعد ما سبتها 24 ساعة هنا بقى نعملها. انا استعملت شوية سميد، او ممكن استعمل شوية شوفان. شوفان المطحون كمان حلو قوي. الردة بتشتغل، اللي هي النخالة، كل الحاجات دي بتشتغل. هي عشان ستيكي ملزقة لازم احط كمية حلوة من اللي انا قلته ده عشان اعرف اعملها واكملها. بقى بنخبزها. شوفوا بدون اي خميرة، ما شاء الله.